السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم عام جديد، معاكم سالي من قناة سالي هوم. النهاردة إن شاء الله روتين جديد وفيديو جديد. هشارك معاكم يومي كامل النهاردة في رمضان، من أول عمل الفطار لحد السحور، وهنعمل بسكوت العيد. كل سنة وانتم طيبين. تابعوني لنهاية الفيديو، ما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب، وصلوا على النبي. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في البداية كده أنا كنت مقررة قبل ما أنام إن أنا تاني يوم هصحى أعمل البسكوت، بسكوت العيد. كل سنة وانتم طيبين. الأيام عمالة تجري ورمضان عمال يجري وداخل علينا العيد، وما حبيتش ان انا اعمل الكحك والبسكوت في الايام اللي هي اللي قبل العيد بكام يوم، علشان برضو الفضل العشر الاواخر بتوع رمضان ما يضيعوش في عمل الكحك والبسكوت والحاجات اللي هي بتلهينا دي. تمام. فانا بقى قررت ان انا اعمله بدري شويه، وكمان انا مصوره الفيديو ده من حوالي يعني من 3 4 ايام، فحبيت ان انا اعمله بدري شويه. وطبعا كنت منضفه المطبخ من بالليل ومروقاه ويعني مفضيه نفسي خالص، عشان لما اصحى الصبح احاول ان انا اعمل فطار برضو سهل كده وما ما يكونش في تضييع وقت. علشان كنت حابه ان انا اعجن البسكوت قبل الفطار، يعني اعجنه ويا دوب نفطر وكده ونصلي، نصلي العشاء وكده والتراويح، وايه اطلع اخبزه خلاص. علشان برضه ما اضيعش وقت، لان هو عجينه برضه بياخد وقت معايا. فقعدت افكر بقى اعمل اكل ايه يكون سهل كده وما ياخدش وقت. قلنا نعمل شويه لوبيا. تمام. كان عندي طبعا الصلصه متفرزه في الفريزر، وعندي شويه شوربه من بتاعه لحمه، كنت سالقه لحمه قبلها بيوم. وعندي شويه شوربه يعني، فقلت بقى ايه، اعمل اطبخ اللوبيا ديت واحط عليها ازودها بالشوربه اللي موجوده عندي. آم، طبعا مش انا اللي طبخه، ده اختي هي اللي طبخه. اختي اللي طبخه، واختي اللي عاجنه البسكوت، وهي الصراحه اللي عامله كل حاجه. انا بس كنت واقفه بصورها. انا كنت فوق عند الحمام بحط اكل للحمام بتاعنا، ونزلت كده لقيتها واقفه في المطبخ وشغاله بتعمل لقيتها بتعمل البصل زي ما انتم شايفين في الاول كده، حتى كانت عاملاه في الطاسه. فبقول لها طب انت عامله في الطاسه ليه، فين الحله؟ قالت لي انا مش عارفه الحله المحطوطه فين. فقلت لها، طلعت لها الحله وراحت نقله البصل في الحله وقعدت بقى طبخت. فقالت لي انا هعمل انا الاكل النهارده وكده، فسبتها بقى عملته. عايزه بقى اشكر كل اللي بيكتب لي تعليقات حلوه، وكل اللي بيعمل لي لايك، وكل اللي بيشترك في القناه جديد. انا مبسوطه جدا بيكم وفرحانه بيكم جدا، وانتوا كلكم اخوات عندي واصحابي، واي حاجه تحبوا ان انا اعملها معاكم اكتبوا لي في التعليقات، وانا ان شاء الله ربنا يقدرني كده واعمل لكم. آه، انا عارفه ان انتوا بتحبوا الترتيب والتنظيم، بتحبوا الحاجات اللي انا بعملها، الافكار اللي انا بعملها من اعاده تدوير. ان شاء الله كده بس يعدي العيد، وباذن الله كده هعمل لكم فيديوهات الفتره الجايه حلوه جدا للترتيب والتنظيم. بس تابعوني بقى وحطوا لايك واشتركوا في القناه علشان يوصلكوا الفيديوهات الجديده اول باول. ويلا كده نكمل الفيديو مع بعض. هنا بقى كنت بوريكم اللوبيا وهي خلاص زودناها الشوربه وسايبينها كده بتتسبك كده وبتاخد وتدي مع بعضها، موطين لها النار. وكمان سلقنا بيض كده علشان برضو يعلي القيمه الغذائيه كده للوجبه، ويبقى يعني تعويضا للبروتين. خلاص. وطبعا اللوبيا معروفه ان هي بروتين نباتي يعني، بس احنا قلنا يعني نزود القيمة الغذائية شوية. خلاص. هنا كنت بعمل عصير فراولة. عصير الفراولة بيبقى حلو جدا باللبن، بس انا للاسف ما كانش عندي لبن. عايزه اقول لكم بقى ان انا الفراوله ديت وانا بخزنها كنت حاطه عليها ضايفه عليها سكر، بس طبعا ما كانش سكر كتير. هو الفكره من ان انا احط عليها سكر وانا بخزنها ان هو بيخليها كده تحتفظ، بتبقى كانها زي ما تكون لسه طازه. فاهمني؟ بيبقى عامل زي كده زي مادة حافظة. وبيبقى حلو كده في التخزين. لما باجي اعملها بقى بزود لها كمان شويه سكر، لان انا مش حابه برضو ان هي تبقى مسكره قوي. علشان خاطر الولاد يعني مش عايزاهم يتعودوا على الحاجات المسكره، وكفايه ان هما مثلا الحاجات اللي هما بيشتروها بتبقى فيها سكريات، فمش هيبقى احنا والحاجات كمان اللي هي بتتباع. فبحاول كده ان انا اقلل السكر على قد ما اقدر. هعمل كمان كده تمر هندي جنب العصير. عندي الولاد بيحبوه. انا عارفة ان هو يعني ممكن ما يكونش صحي، يكون مضر، بس هو زيه زي التانج، زي الفروتي، زي الحاجات اللي هي اللي انتوا عارفينها دي. وطعمه هما بيحبوا طعمه. ولما جربت اجيب اللي هو الطبيعي، التمر الهندي الطبيعي، مش عارفة حسيته يعني طعمه مختلف عن ده خالص. بس انا ما بجيبوش اصلا غير في رمضان.
انتوا عارفين ان انا ما بجيبهوش اصلا البودره دي، تمر هند البودره ده غير في رمضان بس. فقلت يلا مش مشكله بقى اليومين دول، ومش بعمله كل يوم يعني، بفوت كده يوم اعمله يوم لا كده يعني، مش كل يوم اعمله. خلاص هنا بقى كنا بنعمل السلطه دي، مش انا بقى، دي اختي هي اللي بتعمل السلطه، هي كانت اليوم ده متكفله بعمل الفطار الصراحه. فجزاها الله خيرا كده بقى، واعملوا لها، شجعوها يا جماعه كده، انزلوا اعملوا لها لايك بقى كده، علشان هي تعبت معانا النهارده الصراحه، هي عجنت البسكوت وعملت حاجات كتير قوي. طبعا السلطه انتوا عارفين لازم تبقى موجوده على الفطار، بنعملها على طول، اهم حاجه عندي لازم تكون معموله السلطه. خلاص هنا بقى كنا بنجهز بقى لعمل البسكوت، يعني احنا عملنا الغدا وعملنا السلطه وسبناهم بقى وطلعنا نعجن البسكوت. انا هعمل 2 كيلو سكر بودر، 2 كيلو سكر بودر. ممكن تستغربوا من الكمية ان انا هعمل كتير، بس هي دي عادة عندنا، احنا بنعمل البسكوت بنحب نعمل بكمية، حتى لو انا مش هعمله وهشتريه برضو ما بنعرفش نجيب اللي هو مثلا حاجات بسيطة كده. وكمان انا كان عندي الدقيق اصلا، فقلت طالما موجود عندي وكده ايه اعمل كمية كويسة يعني، عشان يعني بعد كده بقى اولادي يفطروا منه، ياكلوا منه كده ما بين الوجبات، بينفع برضو. هنا بقى كنا بنضرب الزبدة، انا عاملاه بزبدة، وبقول لها اعملي بالمضرب كملي بيه، فهي يعني مش عارفة تتمكن خالص بالمضرب اليدوي ده، وقالت انا هعمل بايدي. فما حدش بقى ايه يقول انتوا بتعملوا بايديكم وكده، هي اساسا احنا متعودين على كده. خلاص ضربت الزبدة في العجان، بس طبعا مش زي الايد، لان هو يعني انا كنت عاملة كيلو ونص زبدة، والعجان طبعا مش هياخد كل كيلو ونص زبدة واتنين كيلو سكر، مش هياخد الكلام ده خالص. فهي بدأت تعمل بإيديها كده، ضربنا الزبدة وحطينا نزلنا عليها السكر البودر، وحللناه كده برضو، علشان السكر اللي هو اللي بيبقى جاي من بره ده بيبقى مش مطحون كويس. فحللناه وبدأنا ننزل كده بالبيض، بيضة بيضة على الخليط ده وهي بتقلب. خلاص بعد ما بنخلص كده كمية البيض اللي معانا، بنبدأ ننزل كده بالبرتقان، او بالحاجة اللي هي المرندة ديت، شوية بشوية كده برضو، انا حطيت حوالي مثلا كوبايتين. وبعدين بنزل كده بجوز الهند، بحط مثلا يعني حوالي 8 كيلو من جوز الهند. وبنزل بالفانيليا، حطيت 4 كده تظرف من الفانيليا. والبيكنج باودر بقى حطيته على الدقيق، حطيت حوالي 4 تظرف برضو من بيكنج باودر. خلاص هقلب كده الدقيق بقى على بعضه، وابدا اخد كده وانزل لها بقى حاجه حاجه، يعني شويه بشويه انزل لها طبق وتقلب، وهكذا لحد ما العجينه تلم معاكي خالص وتبقى كويسه كده. وبعدين ايه توقفي عجين. انت طبعا ما بتلتيش ولا بتعجني، ده مش عيش ولا هو قرص ولا كلام من ده، لا، البسكوت والحاجات ده يا دوب بس بتلفي بايدك كده بس تلم العجينه. خلاص خلاص كده العجينة لمت معاها، وهتبدأ كده تغطيها بالستريتش فويل. عايزة اقول لكم بقى، اللي عايزة تعرف مقادير البسكوت بالظبط، لو انت هتعملي كمية بسيطة، انا كنت منزلة فيديو للبسكوت موجودة على القناة، بسيب لكم اللينك بتاعه تحت في صندوق الوصف، شوفيه كده واستفادي منه، وهتعملي بسكوت مظبوط ومقاديره مظبوطة جدا. بعد بقى ما عجننا البسكوت وحطيناه كده يرتاح، غرفنا بقى، كان خلاص ما عادش على المغرب حاجة، غرفنا كده الأكل زي ما انتوا شايفين، السلطة والرز بشعرية واللوبيا والبيض المسلوق اهوت، برضو عملت كل واحد واحدة. والأكل زي ما انتوا شايفين كده والله كان حلو جدا وما شاء الله، أحسن والله من لما يبقى فيه لحمة أو فراخ. يعني العيال كلت وشبعت الحمد لله، ربنا يديمها نعمة يا رب ويحفظها من الزوال. وصبنا العصير زي ما انتم شايفين، ما عملتش كوكتيل النهارده. لو لسه بقى بتشوفيني لحد دلوقتي ده، انزلي اعملي لايك للفيديو واشتركي في القناه وفعلي زر الجرس لو اول مره تشوفيني، علشان كده الفيديوهات الجديده توصلك على طول وتبقى اول واحده تشوفيها. خلاص بعد بقى ما فطرنا الحمد لله وشربنا الشاي وصلينا، اخدنا بقى الحاجات بتاعتنا كده وطلعنا فوق عند الفرن علشان نسوي البسكوت. آه، اختي بقى هي اللي كانت بتعمل بتقطف كده من المكنه وتحط على السجان، وانا اللي كنت قاعده قصاد الفرن، فين انا عماله اسوي في البسكوت.
هي كانت قاعدة تقطف كده وانا كنت قاعدة قدام الفرن. زي ما قلت لكم كده، لو انتوا عايزين المقادير مظبوطه هسيب لكم الفيديوهات، الفيديو بتاع البسكوت تحت في صندوق الوصف اللي انا كنت عاملاه بمقادير مظبوطه، يعني علشان كنت عامله كميه صغيره، فانا مش عايزه اتوهك بقى في الكميه اللي انا عاملاها الكتير ديت. مش هعرف اقول لك بقى اعملي كذا الكيلو، اعملي كذا، يعني الفيديو التاني هيبقى موضح لك اكتر. خلاص. هنا بقى ما كنت بحط الصاج في الفرن. هديت النار كده في الاول، وبعدين لما حسيت ان بتاع البسكوت غاب شويه في السوا فعلت له شويه، والصاج الاولاني ده لما بدأ يحمر معايا رحت مرفعاه وحطيت الصاج الكبير تحت، ورفعت ده كده على جنب بحيث ان هو ايه يتلدن كده من الفرن. واكون استفدت من الفرن بحاجتين في نفس الوقت. دي طبعا لازم الواحدة كده تبقى شاطرة وتفكر كده وتستغل الوقت بتاعها، وتستغل برضو الفرن كده، بدل ما اعمل حاجة واحدة اعمل حاجتين. خلاص. طب اطلع كده بقى وبرصه ده جردل اللي هو نفس العلبة اللي انا حاطة فيها السكر، بس ده الحجم الكبير. خلاص، حجم كبير خالص، يعني بياخد حوالي مثلا ممكن ياخد له 10 كيلو رز، او 8 كيلو كده يعني. آم، انا بدأت بقى ايه ارص البسكوت وهو لسه طالع من الفرن. انت متسيبهوش يبرد ولا حاجة، انت يا دوب بس يهدى بس كده وتاخديه ترصيه، بيفضل ناشف وكويس وما بيحصلوش اي حاجة. والسكينة ديت لو انت البسكوت مثلا حاسة ان هو ماسك شوية بتسلكي بيها كده وبيطلع بسهولة، مفيهوش اي مشكلة. زي ما انتم شايفين كده رصيت البسكوت كله وطلعته كله ما شاء الله سوا واحد ونفس اللون. انا بحب الحاجة تبقى لونها احمر شوية، ما تبقاش بيضة. فكنت بغيبه في الفرن لحد ما يطلع باللون ده، ويبقى بالشكل ده كده. كل سنة وانتم طيبين بقى، واللي ما عملتش بقى البسكوت تلحق تعمل كده، واللي هتشتري برضو تلحق تشتري، وما تضيعوش بقى ال10 ايام الاواخر في اللي عمل البسكوت والحاجات اللي بتلهي الواحدة دي. نزلت بقى من عند البسكوت كانت حوالي الساعة مثلا 1:30 2 في الوقت ده، يعني وقت السحور. طبعا كنت تعبانة خالص، مش قادرة. قعدت فترة اعمل في البسكوت، يعني اخد كمية مني، انا عاملة حوالي 5 كيلو دقيق. فحمرت شوية بطاطس كده على السريع، وفتحت علبة تونة والمخلل وجبنة على طماطم، وحطيت عليها زيت زيتون. وده التمر هندي كان باقي مننا برضو من الفطار، حطيته برضو كده يشربوا منه ساعة السحور. وبس كده. اتمنى فيديو النهاردة يكون عجبكم، ما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب. حبكم في الله، استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.